حضرة الواد ابنكم سرق درج مطوع البقال، سهاه وهو بيبيع للزباين وعلق اللي في الدرج. سرق؟ ابني سرق؟ هو ده معقول؟ فوت ياد قدامي وبقولوا الكلام ده في المركز. الحقيني ياما، الحقيني يا خالتي نعمة. يا حضرة الحقوني يا حضرة والنبي اوعى يا اختي، احنا مش فاضيين لك. اوعى اوعى يا اخي نسيبه، يا اخي نسيبه. انت اتجننت؟ كلام ايه اللي بتقوله ده؟ زي ما بقول لك كده، انا عايز ارجع الفلوس. شوف يا شاطر، اذا كنت انت مجنون فاحنا اجن منك. ما شافوهمش وهم بيسرقوا، شافوهم وهم بيرجعوا. خدوا الفلوس ورجعها، وبعدين اشتغلوا انتوا في حالكم وانا ماليش دعوه بيكم. انت رجليك جت في الخية يا شاطر، واحنا كلنا في الهوا سوا. اذا كنت هتتصرف تصرفات عيال وتلعب بديلك، مش هخلي الدبان الازرق يعرف لك مكان. دبان ازرق ايه ودبان اخضر ايه؟ انا بقول لك انت اهبل، قلبك خفيف وخيبان. ولا عاجبك اول مرتب اللي بتاخده اول كل شهر يخلص يوم 2 منه وتشحت؟ ما انتش عارف تتجوز وجاي تقول لي رجعهم؟ مش انا اللي قلت. يبقى فهمت ايه اللي خلاك ترجع في كلامك. ما هي هتبقى شريكة حياتي كده اللي هتبقى شريكة حياتك بتلعب بيك يا شاطر، ما بتحبلكش الخير. ازاي بقى؟ اسمع اما اقولك، الفرصة في حياتك بتيجي مرة واحدة، وانت فرصتك جات لحد عندك بتخبط على بابك. ضيعتها هتفضل طول عمرك موظف كحيان. البنات على قفا مين يشيل، ولما يبقى معاك قرش 1000 بيت وبيت هيتفتح لك. البنت دي فرقعها، الغيها خالص من حياتك، وامسك في اللي بتعمله بإيدك واسنانك. واسمعني انا، اللي معاه قرش يسوى قرش. قرشك هو سيدك وحبيبك. رايحة فين؟ راح اشوف ابن اختي، مش راضيين يدخلوني وعايزه اشوف ابن اختي. هو انت خالة الواد اللي سرق البقال؟ ما سرقش يا اخويا ولا حاجه. ما سرقش ازاي؟ عملنا له محضر وهنرحله له على النيابة. نيابه؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي، انا بقى الواد ده خالته حلوة كده ويسرق؟ انت بتقول ايه يا حضرة؟ على فكرة انت حرامية زي ابن اختك. يا ندمت، انت بتقول ايه يا اخويا؟ سرقت قلبي من اول نظرة. ما تختشي يا جدع، انت بلاوي اهدي يا اخواتي. يا رايق انت. يا حضرة عيب اختشي. اختيش يا بت انت، ما تحترمي نفسك. طب والله لا، انا رايحه جايبه لك ابوه، هو هيعرف شغله معاكو. عبد المجيد. مين اللي بينده؟ خش خش اللي بتخبط. اخش فين بس، ما انا واقفه جنبك اهو. مين؟ نعمت. ازيك يا نعمت؟ ازيك انت؟ بقول ايه؟ يا نعم. فوق بس شويه وكلمني. يا نعمت انا بكلمك اهو. قبضوا على ابنك خليل. مين دول؟ الحكومه يا سي عبد المجيد، هيكون مين يعني اللي هيقبض عليه؟ ما يقبضوا عليه وانا مالي. وانت مالك ازاي بس؟ عايزين نخرجه. اخرجه منين؟ من الحجز يا سي عبد المجيد. انتي فاكرين المحافظ؟ هو انا ليا كلمه على الحكومه يا نعمت؟ اعرف ايه الحكايه وتصرف، ده ابنك. يا اخي انا رحت هيحبسوني، هيعملوا لي محضر سكر وعربده، انا عارفهم. انت هتقولي عليهم ده مش بعيد يعملوا لي محضر اشغال طريق. اشغال طريق ايه يا سي عبد المجيد؟ هو انت فاتح دكانه؟ هم هيعملوا لي محضر والسلام، هم هيدققوا. يا سي عبد المجيد بقى الله. سيبيني سيبيني في حالي وحياة ابوك يا نعمت. رايحه فين؟ رايحه اتصرف يا سي عبد المجيد، رايحه اتصرف. تتصرفي في ايه بس؟ خدي بالك من نفسك، واوعي اختك تطلع لك في السكه تعضك، يودوكي مستشفى الكلب وتاخدي لك 21 حقنه. يلا يا عم مطاوع، فين ابو تعريف حلاوه؟ امها السواق. طيب هات من رجاز والكابونه اهو يا عم مطاوع. طيب ما تجيب حق الدخان بقى يا عم مطاوع. قلنا طيب. فين السيجارتين الفرط يا عم مطاوع؟ بس بقى يا بنت، بس يا واد بلاش دوشه، كل حي هياخد طلبه. طب هات الحلاوه بقى. العواف يا عم مطاوع. الله يعافيك، ازيك يا نعم؟ تسلم يا عم مطاوع. طلباتك عايزه جاز ولا سكر؟ عايزاك في كلمتين وحياتك يا عم مطاوع. خير يا نعمه؟ بخصوص خليل ابن اختي يا عم مطاوع. هعمل له ايه خليل ابن اختك يا نعمه؟ سرق الدرج والمركز خده، هعمل له ايه بقى؟ اهو تقدر تعمل الخير يا عم مطاوع، الله يسترها معاك دنيا واخره. عايزه ايه يعني؟ عايزاك تتنازل عن حقك، واذا كان على اللي خده منك رقبتي سداده. اعمل ايه برقبتك بس يا نعمه؟ يا اخويا الناس لبعضيها برضه. ده واد حرام يستاهل الجلد وضرب الرصاص. المسامح كريم يا عم مطاوع. على كل حال هو ما بقاش حقنا، ده بقى حق الحكومة. اهي كلمة منك تصلح الموضوع كله يا عم مطاوع.
فعرضك ما تضيعش مستقبل الواد. هو ليه مستقبل؟ هيطلع زي ابوه سكري وابن 60 في 70. سيبه يتحبس على الاقل نتقي شره، وعقبال اخواته كلهم لما يتلموا في زنزانه واحده اقل ما فيها الحكومه تتكفل باكلهم. بعد الشر يا عم